مرحبا بكم في هذا الفيديو العاجل والخطير. هناك نبوءة قديمة غامضة ومهملة بدأت ملامحها تظهر بوضوح في مصر سنة 2025. البعض يراها مجرد مصادفة، وآخرون يقولون إنها بداية النهاية. فهل نحن على أعتاب حدث جلل؟ استعدوا، فالقصة التي سنرويها اليوم ليست للقلوب الضعيفة. في أقصى جنوب مصر ظهرت خلال الأشهر الماضية ظواهر غريبة. صخور تغير لونها فجأة، طيور نادرة لم ترى منذ مئات السنين عادت إلى الظهور، والأنكى من ذلك صوت يسمع عند الفجر يشبه النداء لا يعرف مصدره أحد. هذه الحوادث أعادت إلى الأذهان نبوءة قديمة وردت في مخطوطة نادرة نسبت إلى أحد الأولياء في القرن الثامن الهجري. تقول النبوءة: إذا تغيرت ألوان الحجارة وظهرت طيور الفجر من باطن الأرض وسمع الناس نداء لا يعرف مصدره، فاعلموا أن الزمان قد انقلب، وأن مصر على موعد مع الأمر الأعجب. وذكر فيها أيضا: وتكون العلامة من أرض الجنوب، ومنها يبدأ الوعد. ماذا تعني عبارة الوعد؟ وهل هناك علاقة بينها وبين علامات آخر الزمان؟ البعض يربطها بحديث شريف: ستخرج نار من أرض الحجاز تسوق الناس إلى محشرهم، والبعض الآخر يرى أنها من دلائل قرب خروج الإمام المهدي. علماء الجيولوجيا أنكروا وجود أي تفسير علمي واضح لتلك الظواهر، وبعض السكان المحليين أقسموا أنهم رأوا رؤى غريبة أو سمعوا أصواتا في الليل لا تفسير لها. فهل هي مجرد ظواهر طبيعية، أم أننا نعيش حقا مقدمات أحداث عظيمة قادمة؟ وماذا لو كانت مصر كما كانت دائما هي مفتاح التغيير في هذا العالم؟ ما رأيكم أنتم؟ هل سمعتم عن هذه الظواهر من قبل؟ وهل تؤمنون أن هناك نبوءات تتحقق في عصرنا هذا؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، فلدينا المزيد من القصص الخطيرة التي لن تسمعوها في مكان آخر. إلى اللقاء. نقط وحذروني القادم.